السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنتحدث عن قصة. هذه القصة وقعت في المملكة العربية السعودية. فاعطونا لايك إخواني واعطونا اشتراك ويلا نبدأ. القصة أيها الإخوة والأخوات تبين أثر الدعاء، وأن الله عز وجل يجيب دعاء المضطر ودعاء المظلوم سبحانه وتعالى. تقول قصة أنه كان رجل في المملكة العربية السعودية، رجل أعمال، رجل ميسور الحال، متزوج، عنده أبناء. فلما كبر ولما بلغ من مبلغ من العمر أراد أن يتزوج بزوجة ثانية، فتزوج بالثانية، لكن تزوج بها عقد شرعي فقط، يعني لم يكتب الكتاب، يعني زواج غير موثق. فبقي معها سنة، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، هي لم تنجب، وكان يعني هي في بيت مستقل، والزوجة الأولى مع أبنائها في بيت ثاني مستقل. مرت السنوات، وفي إحدى الأيام مات الزوج موت الفجأة. فمات الزوجة لا يوجد عندها أوراق إثبات أنها زوجة لهذا الرجل. بدأ تقسيم الميراث. هي ذهبت للمحكمة، قالت أنا متزوجة من هذا الرجل وأريد حقي في الميراث. فبحثوا، قالوا لها أعطينا أوراق الإثبات، أوراق الزواج. قالت لا يوجد عندي أوراق، أنا كان متزوجني زواج شرعي، وكان في كل مرة يقول سنكتب الكتاب ولم يكتب. فقال لها القاضي يا ابنتي، يعني لا يوجد عندي أي حل، يعني عندك شهود على أن هذا الرجل كان زوجا لك؟ قالت والله العظيم عندي شهود، كانوا يأتون له للبيت، ولكني صراحة أنا لم أكن أعرفهم، يعني كنت أقدم لهم الشاي والأكل وكذا، كانوا ناس كبار، لكني لا أعرفهم ولا أعرف أسماءهم. قال يا ابنتي اعذرينا، يعني نحن مستحيل امرأة تقول أنا زوجة هذا الرجل وهي لا يوجد عندها لا شهود ولا أوراق تدل على هذا الزواج، فمستحيل. فتقسم الميراث. الأبناء والزوجة يعني نكروها وقالوا أنها ليست زوجة أبينا، مع أنهم كانوا يعرفونها أنها زوجة أبيهم، والزوجة كانت تعرف أنها زوجها الثانية، لكن الشيطان غلب على قلوبهم وعلى عقولهم فأنكروا هذه الزوجة. مرت الأيام والأيام، وهي في كل يوم تذهب لذلك القاضي، لكن القاضي يعني في آخر المطاف قال لا تأتيني أبدا، أنا لا يوجد عندي أي شيء أنفعك به، لا يوجد، ما دام أنه لا يوجد عندك شهود ولا يوجد عندك أوراق فاعذريني. فذهبت المسكينة ولجأت إلى دعاء الله عز وجل، وإلى التضرع إلى الله عز وجل أن يأخذ لها حقها من أبناء زوجها. مرت الأيام، وفي إحدى الليالي أو في إحدى الأيام ذهب القاضي إلى مدينة أخرى، إلى قريته حيث تسكن عائلته. ففي المسجد سأل عن فلان، قالوا فلان مريض، وقال لهم لابد أن أذهب لأزوره، يعني فلان كان دائما يأتي إلى المسجد، فلا شك أنه يعني مرض شديد هذا الذي لا يستطيع أن يقوم ليأتي للمسجد. فذهب عنده، السلام عليكم. وعليكم السلام. وإذا به رجل كبير. قال يا أخي أنا منذ وفاة صديقي الحاج فلان رحمه الله، يعني أصبحت مهموم وأصبحت لا أستطيع القيام. قال من؟ قال الحاج فلان. وإذا به الرجل الذي يعني عنده زوجة هو نفسه الرجل. قال هل تعرفه؟ قال نعم أعرفه. قال ماذا تعرف عنه؟ قال أعرفه، كان رجل يعني ميسور الحال، وكان تزوج زوجة ثانية، ولم يكن يعني لم يكن يكتب الكتاب الزواج بعد، وهذا الذي أعرف عنه. قال هل تعرف زوجته؟ قال نعم أعرفها، كانت تقدم لنا الأكل وتأتينا. قال متأكد؟ قال نعم. قال من أنتم؟ قالوا كنت أذهب أنا وفلان وفلان وفلان، يعني 4 شهود كنت أذهب أنا وفلان وفلان وفلان، ونحن نعلم أنه متزوج من بنت فلان. يقول فاستبشر القاضي خيرا، وفرح لهذه المرأة المسكينة من أنها ستأخذ حقها.
يقول: فذهب إلى المحكمة، فجاءته المرأة مرة ثانية قالت: يا قاضي أنا. قال: اسمعي، الله عز وجل فرج عنك، ولعلك قد دعوت الله عز وجل فأجاب دعائك، فإني قد ذهبت للمكان الفلاني والتقيت بالفلان. قالت: نعم، كان يأتينا رجل كبير اسمه فلان ورجل آخر اسمه فلان. ذكرت لها 4 رجال كانوا يأتون لبيت زوجها المتوفي. فأخذ لها هذا القاضي حقها، وأعطاها هذا القاضي حقها، وحقق الله عز وجل لها دعاءها، وأجاب الله عز وجل دعاءها. إخواني وأخواتي، الله عز وجل يجيب الدعاء سبحانه وتعالى، ولا ينكر هذا إلا ملحد. لكن بعض الناس يعني قد تجده يدعو ويدعو ويدعو ثم ييأس من الدعاء، وهذا هو الخطأ. إياك أن تيأس من الدعاء، لا تيأس من الدعاء أبدا، بل عليك أن تدعو اليوم وغدا وبعد غد وأنت موقن، عندك يقين تام من أن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءك سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى قصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.